ده الريدمي نوت 13 برو 5G بيتباع هنا في السوق المصري ب25,000 جنيه. فهل الموبايل ده بيقدم حاجة تستاهل ال25,000 جنيه؟ مبدئيا كده تصميم الموبايل ده كشكل فهو تصميم تقليدي، ما بيقدمش اي حاجة جديدة كشكل، لكن كخامات فالموبايل ده مصنوع من الازاز. ملمس وخامات الموبايل ده هيحسسوك انك ماسك موبايل فخم، موبايل غالي. والتصميم الامامي شكله مقبول جدا. الموبايل جاي بحواف صغيرة مع الهول بانش. مش عارف اصور، في صوت كلاب. شاشة الموبايل ده جاية من نوع أموليد وبريفريش ريت 120 هرتز. شاشة تحفة، هتديك تجربة مشاهدة تحفة الصراحة. هتلاقي تشبع في الألوان، هتلاقي تفاصيل. معالج الريدمي نوت 13 برو 5G وهو السناب دراجون 7 سي جين 2. في التصفح اليومي والاستخدام العادي للموبايل مش هتواجه أي مشكلة، لأن المعالج ده قوي وسريع، زائد الشاشة 120 هرتز، فتجربة الأداء حلوة. وبالنسبة للألعاب فالموبايل ده هيديك تجربة ألعاب مثالية. الموبايل جايب معالج قوي مع شاشة كبيرة، فأنت هتاخد تجربة ألعاب تحفة. بس عامة أداء الموبايل عادي زيه زي باقي المنافسين اللي في فئته السعرية. بطارية الموبايل ده حجمها كبير جدا، 5100 ملي أمبير مع شاحن سريع 67 واط. لو أنت استخدامك للموبايل عادي مش بتلعب عليه كتير، فالموبايل ده هيقعد معاك يومين مستريح. 20% من بطارية الموبايل ده هيدوك ساعة لعبة بابجي. 7% من بطارية الموبايل ده هيدوك ساعة يوتيوب أو ساعة تيك توك. وبالنسبة للشاحن السريع فالموبايل ده بيشحن من 0 ل100 تقريبا كده في 50 دقيقة. كاميرا الموبايل الأساسية جاية بدقة 200 ميجا بكسل. الكاميرا هتطلع معاك صور حلوة فيها تفاصيل كتير، الألوان مظبوطة. فكرة انك تدفع 25,000 جنيه في موبايل مفهوش حاجة واو، موبايل عادي من وجهة نظري. انا معرفش والله، وجهة نظر غريبة شوية، لان سلسلة النوت دي اول ما نزلت السوق المصري كانت نازلة في فئة من 2500 ل 3000 جنيه. فانت النهاردة بتتكلم في 25,000 جنيه، رقم مش صغير، رقم كبير.